لا بعد ما شفت اليوم السادس يعني قلت يعني بس هو كمل يعني مش ممكن اطلع بالشكل ده. انا كنت هقدم له نفسي، انا اقول له انا مش عايزه فلوس بس عايزه اشتغل معاك. yeah. وما كانش فلوس، احنا كنا بناخد 3000 4000. اعلانا فريد شوقي كان بياخد 12000 جنيه، في رشدي أباظة 12000 جنيه. دلوقتي 12000 مليون و12 مليون ومليار وحاجات. لان المخرجين زمان كانوا هم المعلمين، ما كانش حاجه اسمها لازم تبقى خريجه معهد او لازم تبقى مثقفه. هم يثقفوها في البلاتو، يعلموها يعني ايه امورس، ويعني ايه كلوز، ويعني ايه شاريو، ويعني ايه كرين، ويعني ايه عدسه، ويعني كل ده. فكل ده علم. ازاي تأدي، ازاي تعيط، يسيبونا في الأوضة ويقفلوا علينا عشان نقعد نفتكر كل الذكريات الوحشة عشان نعيط بجد، نطلع لهم مش غلطاتين كل مكياجنا كل. أنا عايز كده. يعني عاطف سالم الله يرحمه في حافية على جسر من ذهب، طلعنا بمكياجنا من شلفط كده أنا وميرفت أمين، وبنعيط ومنهارين جدا. فلا لا دي السينما دي جميلة، السينما جميلة، والأبيض والأسود جميل. ده أمريكا دلوقتي بدأت تعمل أبيض وأسود. أمريكا، الهنود بدأوا يعملوا أبيض وأسود. مين المخرجين تاني غير عاطف سليم اللي اتأثرتي بيه بقى، اللي انت لفت نظرك قوي يعني؟ كلهم أحبائي والله يرحمهم، اللي رحل منهم تقريبا كلهم رحل. عاطف سالم، حسن الإمام، فطين عبد الوهاب، كتير 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 قوي، كتير قوي، كتير قوي. بس يوسف شاهين ما اشتغلتش معاه الحقيقة. وبعد ما شفت يوم السادس قلت الحمد لله ان انا ما اشتغلتش. ليه؟ ده كان دليل؟ لا يعني كان الدور مش راكب على دليل بصراحة. يعني صعيدية وواحدة ما بتتكلم فرنساوي، بس فرنسا على فكرة عامل لها تمثال في ميدان وعامل لها قيمة بالنسبة لحياتها الفنية ومشوارها الفني.